مهرجان كلاش اوف ذا كاسل السنه دي جاي لنا من جلاسكو سكوتلاند، وبصراحه فير بلاي للجمهور في المدينه دي لان هم فعلا عملوا شغل عالي جدا. وبالمناسبه مهرجان كلاش اوف ذا كاسل خلاص خلص، فجي الوقت عشان نبص عليه ونشوف كان فيه كويس عشان نديله بلس وكان فيه وحش عشان نديله ماينس. اهلا بيكم، معاكم محمود اسامه من ايجيبشن نيرد، ودي مراجعه عرض WWE كلاش اوف ذا كاسل. قبل ما نبتدي احنا كان في عندنا مباراتين، مباراه WWE وومن تشامبيونشيب ومباراه WWE وومن تاج تيم تشامبيونشيب. وطبعا زي اي حد بيتفرج عليا عارفني انا ما بتابعش المسابقات النسائيه وما بتفرجش على مباراتها، فعشان كده المباراتين دول انا ما شفتهمش فمش هراجعهم. فلو انت منتظر مراجعه على المباراتين دول فانا اسف جدا لان خايب املك. ويلا بينا نبتدي. اول مباراه معانا كانت مباراه ايجي ستايلز في مواجهه كودي رودز على حزام ال WWE Undisputed Championship في مباراه اي كويت. المباراه دي من بدايتها خلتنا نضحك الصراحه، لان في داخل كودي رودز كان غالبا في حد في البرودكشن تراك مخدر فطلع جرافيك اسم مكتوب عليه WWE Women Tag Team Champion وتحتها تالنت نيم، فهو واضح ان دي كانت غلطه، ولكن بصراحه التوقيت بتاعها مع كودي رودز هو اللي كان يضحك. المهم المباراه بدات سريعه بضربات قويه بين الاثنين لحد ما كودي روز قدر ان هو يتفوق لما عمل لو دروب كيك على ايجي ستايلز، طلعه بره الحلبه وفتح ترابيزه علشان يسيطر على المباراه. بعد كده المباراه كملت بره الحلبه علشان بعدها نطلع عند الجمهور، وطبعا زي ما انتم عارفين في اي مباراه مصارعه في التاريخ لما بنطلع عند الجمهور ما بيحصلش حاجه مهمه. المباراه رجعت للحلبه تاني عشان كودي روز يعمل فيجر فور ليج على ايجي ستايلز، لكن ايجي ستايلز يقدر يستخدم الحبال بذكاء علشان يخلي كودي روز يفك السبمشن. بعدها كودي روز يحاول يعمل سوبلكس على ايجي ستايلز عشان ايجي ستايلز ويقلبها لسوبلكس من جوه الحلبه لبره الحلبه. بعد كده يعمل ديس فالي درايفر وبرين باستر لكودي رودز على طاوله التعليق. بعدها يخبط دماغ كودي رودز في جرس الحلبه علشان دماغ كودي رودز تبتدي تجيب دم في مباراه في WWE وناين كانساس اني مور توتو. المهم السيطره بعد كده فضلت مكمله مع ايجي ستايلز، والسيطره فضلت مع ايجي ستايلز لفتره طويله، قعد يضرب فيها كودي رودز بالكراسي وبالكاندل ستيك لدرجه ان هو عمل STF سبمشن. وقتها كودي رودز اغمى عليه، لكن طبعا المباراه ما انتهتش لان في المباراه دي عشان تكسب لازم يتقال اي كويت مش انه يغمى عليه. السيطره كملت مع ايجي ستايلز علشان بعد كده يكلبش كودي رودز خلفي، ولكنه ضيع وقت كتير في ان هو وقف يتجادل مع مامة كودي رودز علشان كودي رودز يقلب الكلبشات من ورا لقدام. ولما ايجي ستايلز حاول يضرب الفينومينال فور ارم وهو لافف سلسله على ايده ما كانتش مربوطه اصلا كويس، كودي رودز حدف عليه الكرسي علشان يقع لورا على الترابيزه اللي كانت بره الحلبه، وهنا السيطره بقت لكودي رودز. كودي رودز اخذ المفتاح وفك الكلبشات عشان يستخدمها كبروس ناكلز وضرب بيها ايجي ستايلز علشان بعدها يضرب كودي كاتر. بعدها يعمل كروس رودز 3 مرات منهم مره على الكرسي، ولما الحكم كان عايز يسال ايجي ستايلز هتستسلم ولا لا كودي رودز منعه عشان كان عايز يكمل ضرب فيه. كودي كلبش ايجي ستايلز في الحبل عشان يفضل يضرب فيه بالكرسي، ولكن برضه ايجي رفض ان هو يستسلم علشان بعدها كودي رودز يطلع بره الحلبه ويجيب السلم ويدخل، وكان هيضرب بيه ايجي ستايلز وهو متكلبش في الكورنر، لكن ايجي ستايلز غالبا خاف على حياته فقال اي كويت وتنتهي المباراه. بعد المباراه انتهت كودي رودز ضرب ايجي ستايلز بالسلم برضه، وهو في طريقه لبره الحلبه البلاد لاين قطعوا عليه الطريق علشان يضربوه، فوقتها راندي اورتن وكيفن اونز طلعوا عشان ينقذوه وانتهى السيجمنت عليه. بالنسبه للاداء داخل الحلبه في المباراه دي فهو مع الاسف كان اقل من مباراه باكلاش، لان لو مباراه باكلاش اعتمدت على الريسلينج موف فالمباراه دي اعتمدت على العنف، وطبعا كلنا عارفين ان العنف مش من نقاط قوه اتحاد WWE باي شكل من الاشكال. علشان كده المباراه دي وعلى الرغم من اللي حصل فيها كانت بطيئه جدا وما كانش فيها اي ريسكات عاليه من اي نوع. كل اللي يحسب للمباراه دي من ناحيه العنف هو ظهور الدم، ولكنه مع الاسف ما كانش ليه اي لازمه لان هو ظهر فجاه بس وخلاص وما استخدمناهوش بعد كده. حتى نهايه المباراه بالشكل ده كانت كوبي بيست من نهايه مباراه ادم كوبلاند في مواجهه كريستين في اتحاد WWE اللي كانت افضل من المباراه دي بسنين ضوئيه. حتى وقتها السلاح اللي خوف كريستين عشان يستسلم كان افضل بكتير من السلاح ده، وكان فعلا السلاح يخوفك على حياتك فعلا. المهم زي ما توقعت المباراه دي انتهت نهايه صريحه وقفلت العداوه دي علشان نركز بعد كده في عداوه جديده، لان لو لاحظنا راندي اورتن كان بيبص للحزام بتاع كودي رودز، فغالبا كده توقعي لمباراه روسلمانيا الصيف اللي هو السمر اسلام هيطلع فيها حقيقي، عشان كده المباراه دي هتاخد معايا بلس. بعد كده مباراه شاد جيبل في مواجهه سامي زين على حزام WWE انتركونتيننتال تشامبيونشيب. المباراه بدات بطيئه باور كونتست وتكنيكال ترانزيشنز تفوق فيها تشاد جيبل بالتاكيد، والسيطره فضلت مع تشاد جيبل لفتره طويله قاعد يهاجم فيها كتف سامي زين اللي اصلا كان غالبا مصاب قبل كده، لكن تشاد جيبل اتشدت للحظه مع اوتس علشان وقتها سامي زين يقدر يعمل ليبن البو مرتين، بعدها يعمل دايف على تشاد جيبل بره الحلبه، لكن لما حاول يرجع جوه الحلبه لقى نفسه واخد دروب كيك من تشاد جيبل عشان يعد عليه 1 2، لكن سامي زين يكسر العد بعد 2. بعدها دخلوا في ترانزيشنز انتهت بان سامي زين قدر يعمل ميشن نيكو درايفر على تشاد جيبل ويعد عليه 1 2، لكن تشاد جيبل برضه يكسر العد بعد 2. بعد كده الستار فضلت رايحه جايه من الاثنين عملوا فيها كميه سوبلكسز لبعض بصراحه كانت كتير، لكن بسرعه المباراه اتحولت سترايكنج اللي تفوق فيها تشاد جيبل عشان تتحول بعد كده لسبمشن ترانزيشنز برضه تفوق فيها تشاد جيبل وتنتهي ان هو يعمل انكل لوك على سامي زين، لكن سامي زين يقلبها لتثبيت سريع ويعد على تشاد جيبل 1 2، لكن تشاد يكسر العد بعد 2. بعد كده يبتدي اسلوب WWE في ان هي تتكلم مع عيال صغيره، لان احنا قعدنا 5 دقايق لحد نهايه المباراه عمالين بنهبط، لان
باختصار شديد شات جيبل طلب من ماكسين دوبي انه يضرب سامي زين بالحزام ولكنها رفضت، ولما بدا يوبخها اوتس وقف له. لكن شات جيبل استخدم اوتس كهيومن شيلد في مواجهه ضربه من ضربات سامي زين علشان بعد كده يضرب كياس سيري سوبلكس ويعد على سامي زين 1 2، ولكن سامي زين يكسر العد بعد 2. والمباراه دي كان ممكن تنتهي هنا عادي جدا. بعد كده طلع بره الحلبه عشان يعمل انكل لوك لسامي زين، ولكن سامي زين يقلبها، وهنا شات جيبل خبط رجل ماكسين دوبي المصابه اساسا بالغلط عشان يسيب سامي زين مع اوتس عشان اوتس يضربه، ولكن اوتس رفض ان هو يضربه وشال ماكسين دوبي وطلع بيها بره الحلبه. وما سمعش لشات جيبل وهو عمال بينده عليه عشان شات جيبل يتشتت وسامي زين يضربه هلوفا كيك ويعد عليه 1 2 3 وتنتهي المباراه دي. وعلى الرغم من اسلوب السرد الاهبل للقصه اللي كان في النهايه ده، ولكنها كانت فعلا مباراه كويسه جدا. اي نعم ما طلعتش للسكند جير وما كانش فيها اي ريسكات عاليه زياده عن اللازم، ولكنها كانت مباراه كويسه، وانا حاسس ان هم شايلين مباراه اعلى من كده في السمر سلام. ولا يزال سيناريو شات جيبل والالفا اكاديمي مستمر، ولو ان بعد النهايه دي ممكن شات جيبل يقتل اوتس والالفا اكاديمي كلهم بالكامل عادي جدا. ونظره شات جيبل لسامي زين بعد انتهاء المباراه بتقول ان العداوه دي لسه ما انتهتش باي شكل من الاشكال، وعلى الرغم من ان سامي زين عمل شات جيبل فيديو كده معناه ان هو عايز ينهي المباراه، بس لا، احنا لسه قدامنا مكملين لسمر سلام، لان بيتهيألي احنا هنبعد الاثنين دول عن بعض في مهرجان ماني ان ذا بانك علشان المواجهه بينهم تبقى في السمر سلام اللي جاي. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في عرض الرو. وبيتهيألي جه الوقت بقى ان خلاص الكريد براذرز يخشوا وينضموا لشات جيبل علشان وقتها يقلب هيل بشكل عنيف. لكن بالنسبه للمباراه دي وعلى الرغم من انها كانت بطيئه انا فعلا استمتعت بيها، عشان كده هديلها بلس. بعد كده كان عندنا المين ايفنت بتاعنا دامين بريست في مواجهه درو ماكنتاير على حزام الدبليو وورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. المباراه بدات بسيطره من درو ماكنتاير وبالقوه على دامين بريست، وطبعا بما اننا في سكوتلاند وفي مدينه درو ماكنتاير فغالبه السيطره في المباراه دي كانت درو ماكنتاير. حتى لما دامين بريست حاول يستخدم قدراته في الاسترايكنج عشان يرجع للمباراه تاني لقى نفسه واخد سباين باستر والسيطره ترجع مع درو ماكنتاير تاني. بعد دامين بريست حاول يرجع للمباراه ويضرب فالكون ايرو على درو ماكنتاير، لكن درو ماكنتاير يحاول تاني ويعمل بادي سلام عشان السيطره ترجع تاني معاه. والسيطره فضلت مع درو ماكنتاير لحد ما جه السبوت اللي شقلب المباراه في نظري، لان دامين بريست حاول يعمل سكند دروب سبرينج دايف ولكن رجله اتعلقت في الحبال واتقلب لبره، كانت دماغه هتخبط بشكل مش حلو، ولكن درو ماكنتاير قدر يلحقه. لكن طبعا الامباكت بتاع الوقعه دي على رجله ما كانش قليل، لان من بعدها دامين بريست ما كانش قادر يدوس على رجله بشكل طبيعي بقيه المباراه. السيطره فضلت مكمله مع درو ماكنتاير علشان يعمل سوبلكس لدامين بريست من بره الحلبه لجوه الحلبه ويعد عليه 1 2، لكن دامين بريست يكسر العد بعد 2. والسيطره فضلت رايحه جايه لحد ما دامين بريست يقدر يضرب ريزر ريج على درو ماكنتاير ويعد عليه 1 2، لكن درو يكسر العد بعد 2. بعدها دخلوا في سترايكنج كونتست بصراحه كانت جميله جدا عشان يطلعوا بره الحلبه، وقتها درو ماكنتاير يقدر يضرب الكليمور على دامين بريست يكسر بيه الحاجز بتاع التايم كيبنج اريا، ولكنه ضيع وقت كتير لان هو على ما طلع دامين بريست فوق الحلبه كان دامين بريست فاق علشان يقدر يضربه ساوث اوف هيفن ويعد عليه 1 2، لكن درو ماكنتاير يكسر العد بعد 2. بعدها السيطره فضلت مع دامين بريست لفتره قصيره علشان بعدها درو ماكنتاير يقدر يضرب الكليمور للمره الثانيه ويعد عليه 1 2، لكن دامين بريست يكسر العد بعد 2. وهنا المباراه فضلت رايحه جايه ما بين الاثنين لحد ما خبطوا الحكم عشان يوقعوه بره، ومن هنا ابتدى تسلسل النهائي، لان درو ماكنتاير قدر يضرب الكليمور للمره الثانيه ولكن الحكم كان واقع بره فما كانش في حكم علشان يعد، لكن في حكم ثاني طلع وعد 1 2 ولكنه ما كملش العده الثالثه علشان الكاميرا تيجي عليه ونلاقيه ان هو سي ام بانك اللي يضربه لو بلو ويسيبه لدامين بريست عشان يضربه ساوث اوف هيفن للمره الثانيه، وقتها الحكم يكون فاق وطلع ويعد 1 2 3 وتنتهي المباراه. المباراه دي هي افضل مباراه في العرض كله من حيث الاداء داخل الحلبه، وبصراحه كانت مباراه قويه جدا رفعت من دامين بريست في نظري كمين ايفنت شويه. ولا يزال سيناريو درو ماكنتاير في مواجهه سي ام بانك شغال، وبيتهيألي سي ام بانك الاسبوع ده هيروح علشان يعمل فحص عشان يقدر يقول هو هيقدر يرجع للحلبه تاني ولا لا، ولكن الكل متفائلين ان هو هيرجع للحلبه عشان كده سمحوا له ان هو يبقى في اي فيزيكالتي داخل الحلبه في المباراه دي. وصدقوني بعد كل المباريات اللي سي ام بانك خسرها لدرو ماكنتاير انا مش عارف الاثنين دول ممكن يعملوا ايه في بعض اول ما يخشوا حلبه واحده. وبالنسبه لدامين بريست هو كده غالبا قدر يكسب درو ماكنتاير وهو برجل واحده بعيدا عن التكنيكاليتي طبعا اللي كسب بيها المباراه، فبالتالي ده هيفيده جدا في سيناريو الانفصال عن جادجمنت داي اللي هو شغال فيه دلوقتي ده لو هو اصلا ما انصابش وساب الحزام. عموما انا زي ما توقعت دامين بريست هو اللي كسب المباراه دي في مباراه كانت بجد قويه وبجد عجبتني، عشان كده انا هديلها بلس. بشكل عام المهرجان ده كان كويس بالنسبه لي واحسن بكتير من المهرجان كينج كوين اوف ذا رينج اللي كان قبل كده. ما كانش فيه مشاكل كتير وما كانش فيه حاجات كتير ضايقتني، ولكنه حمسني جدا ان اشوف ايه اللي جاي، لان كان فيه تلميح ان كده خلاص الفريق بتاع الوايت 6 هيظهر في عرض الرول اللي جاي. ومهرجان روسلمانيا الصيف اللي هو السمر اسلام خلاص على الابواب، مش فاضل ما بيننا وما بينه غير مهرجان ماني ان ذا بانك بس، فهنشوف ايه اللي هيحصل فيه بعد كده. المهم مهرجان دبليو كلاش اوف ذا كاسل وده تقييمي ليه، ما تقدروش تقولوا تقييمكم تحت في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب. كان معاكم محمود وسام من قناه ايجيبشن نيرد، مع السلامه.